طبعا ما ينفعش نكون في الحسين ونصورش الحاجات الجميله دي. ده اول ما تنزلوا من عربيات الحسين على طول. طبعا يعني كل حاجه وليها سعر، بس انا سالته على ده قال لي ب90، ولما قلت له الاخر بتاعه قال لي يعني بكتير بينزل 10. اجواء رمضان خلاص، كل سنه وانتم طيبين. خلاص يا على فطوطه. صوري تقديم اهي. كده فكره سريعه عن اسعار الفوانيس. ممكن تقولي الفانوس ده عامل كام؟ 250. ده ب 250 وفي كلام تاني صح؟ كل سعر هنقوله دلوقتي في الفيديو بيبقى فيه كلام تاني ساعة الشراء. وده 250 220 والصغير ده قد زي ده ب 150. تمام. فوانيس ايكيا اهو. ده عامل كام؟ 180. ده 180. والجميل ده عامل كام؟ 220. ده ب 220. طب عشان ما تعبكش كتير قولي الرينج مثلا بتاعت الفوانيس الصغيره دي بتتراوح ما بين كام وكام؟ الصغيرين بيبداوا من 90 لحد 150. يعني المجموعه دي بتبتدي من 90 لحد 150. طيب بالنسبه للفوانيس الخشب دي او اللي هي الام دي اف 65 لحد 110. بتبتدي من 65 لحد 110 وبيبقى فيها كلام تاني ساعه السعر. بص الفانوس الكبير ده عامل كام ده؟ ده 450 بس شغله حلو قوي على فكره، ينفع هديه حلوه قوي للعروسه يعني. في عنده كمان مفارش خياميه. هو كلهم كده اصلا. بصوا الفانوس ده ب 65 كلهم في الرينج ده. المقاس ده الكيلو بتاع 100. والكبير ب 110 اهو. الكبير بتاعه اهو ب 110. طبعا في الوان. ما بتعملش فوانيس باسامي وصور لو حد طلب، لا ما عندوش الاوبشن ده. ادي مفارش الترابيزات اهي خياميه كده نسيبها. بصوا في زينه. المفارش عامله كام؟ لحد 150. من 45 لحد 250 يعني ده ب 45. 52 انا سمعتها غلط. 52. لا صلحوا المعلومه. من 45 لحد 250 ده كده ب 45 وب 250 اللي هو القطن. بصوا شكله وكمان مقاسه كبير. طبعا في منه الوان. تمام. في زينه اهي بتاعت رمضان، تابلوهات اللي هلالك شهر مبارك. في كمان عنده شخصيات بوجي وطمطم. على فكره الجزء ده اول ما بتنزلوا من عربيات الحسين قصاد الجامع على طول عند النفق اهو. بصوا الجامع اهو، انا واقفه اهو. بصوا شايفاه ازاي اهو. وفي هنا كمان حاجات اللي هي الاركيتي دي جميله قوي. بصوا دي بقى اجواء رمضان بقى وزينه الشقه بتاعت رمضان والخداديات، فوانيس القماش، شخصيات بوجي وطمطم. هناخد برضو فكره عن اسعارهم. الشخصيات دي كلها سعر واحد. بوجي طمطم بيبدا من 80 لحد 160. من 80 لحد 160 حسب مقاسها صح؟ طيب بالنسبه للفوانيس دي الفوانيس ب 200. من 100 لحد 200. من 100 لحد 200. طيب والخداديات دي اللي هي بتحط زينه على الكبيره ب 60 والصغيره ب 40. الكبيره ب 60 والصغيره ب 40. الكبيره دي اهي تمام ودي الصغيره. والهلال ده عامل كام؟ 140. الهلال ب 140. والعياشه دي عامله 30. بصي عربيه الفول ونخلص الفول انا مش مسؤول. بكام عربيه الفول؟ الصغيره دي ب 90 والكبيره ب 150. ودي كده نبذه سريعه عن المكان، وبعد كده هاخدكم واروح على الغوريه. انا كده متجهه باتجاه شارع الغوريه. طول برضو ما انا ماشيه هوريكم
الديكورات، وبرضه هنسأل عن اسعارها عشان نشوف اذا كانت كلها سعر واحد ولا هيكون في اختلاف في الاسعار. بصوا ده مكان تاني اهو بيبيع نفس الحاجات بتاعت اجواء رمضان، بس الاسعار انا شايفه ان هي رخيصه. العياشه عامله كام؟ اي عياشه ب 20. الحاجه دي بكام؟ الحاجه دي موجوده عندي بقى. يعني انت الاسعار اللي عندك دي عشان تمام، يعني قصدك للامانه. طب يعني سامعين، يعني هو ما ضحكش علينا، بس هي فكره ان دي بضاعه قديمه عنده. لا مش مركونه، انا اللي اقصده عندك قبل السعر ما يرفع، قبل السعر ما يرفع، فهو يعني ما علهاش. يعني من الاخر على الاسبوع الجاي يجيب البضاعه الجديده هتلاقوها بسعر تاني خالص. وعربيه الترمس دي عامله كام؟ 140. دي بنفس سعر عربيه الفول تقريبا. لا ما هو انت لازم اللي يجي يشتري يبقى فيه سعر كويس. وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع فرشه عبد الله، ما ينفعش تروحي الغوريه وما تعديش على عبد الله. دي عديت برده واشتريت حاجات تاني اهي، بس المره دي كمان هو حاطط حاجات رمضان. هي العياشات دي اسعارها ايه؟ صينيه يعني اي عياشه من دول باي حجم ب 20. اي حجم ب 20. طب والله كويس. يعني اي عياشه باي حجم ب 20. الصينيه ب 30. هي بلاستيك واخده طب والخداديات بتاعت بوجي وطمطم دي؟ دول ب 25 ودول 40. والفوانيس دي اسعارها ايه؟ 190 حسب، في ب 20 وفي ب 100 وفي ب 90 حسب الحجم. يبقى زي ما قلت لكم ما ينفعش تروحوا الغوريه وما تعدوش على فرشه عبد الله. وعندي لسه تحت حاجات كويسه وعندي مشبات وعندي سجاجيد. بصوا كل الحاجات دي موجوده قبل ما تدخلي شارع الغوريه على طول. بصوا عند المشاة، كوبري المشاة اللي هم شالوه. يعني حبيت كده اوريكم نبذه عن اجواء رمضان. انا نازله اساسا عشان بصور اليميش زي ما وعدتكم، وما قدرتش بصراحه اشوف الحاجات دي وما اصورهاش. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، مستنيه رايكم فيه في كومنتات تحت الفيديو، وما تنسوش لما يعجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وعشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ندى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على علامه الجرس. وكل سنه وانتم طيبين.